السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة انا جاية هتكلم معاكم عن الام اللي ولدت عندي. الام دي اللي هي كانت تعبانة وكان عندها جرب، والحمد لله هي صحت والحمد لله والدة اهي. دلوقتي هي لما ولدت جيت اشوف عيالها لقيتهم مش راضعين، فقعدت يعني قعدت ادخلها على عيالها وكده وامسكها برضه بيصوتوا وهي بتدوس عليهم ومش راضعين. فجيت قافله عليهم الباب وقلت ايه ارضع حبيس، فقفلت الباب ورضعتهم حبيس. بقيت ارضع مره الصبح ومره بالليل، والحمد لله هم بقوا كويسين اهم. بقى النهارده اهم بسم الله ما شاء الله 5 ايام، النهارده 6 ايام على بعد الولاده. وبعدين لما لقيتها بقى خلاص انتظمت معايا بقيت ايه فتحت لها الباب وهي بقت بترضعهم. بس شفتوا بقى انا بقى يعني شفت صورتها وهي بترضعهم، وهوريكم هي بترضع ازاي. طريقه غريبه في الرضاعه. بصوا الام داخله نصها بس، حتى ولادها مش عارفين يرضعوا عشان هي مش مدخله نفسها كلها. شايفين بصوا نصها بره، نصها بره الولاده. بترضعهم ازاي؟ شايفين؟ عشان كده بنقوله الرضاعة الحبيسة كويسة جدا. طبعا بعد ما شفنا طريقة الرضاعة بتاعتها هي بترضعهم ازاي، فانا بتهيألي كده ان انا لازم ارضع حبيس علشان هي مش مهتمة قوي، وارضع حبيس عشان احافظ عليهم. على فكرة هي لما ولدت كانت والدة 8، فبسبب ان هي ما رضعتهمش على طول وكده ففي واحد مات، وانا عشان وهي بتولد هي رضعت، فانا شفتها وهي بترضع اول ما ولدت فما ما شغلتش بالي. ففي واحد بقى مات بعدها لقيته مكرمش كده ومات، فببص على بقية الخلفة. هو اللي مات كان يعني ايه حجمه قليل قوي، فهم التانيين كانوا حجمهم كبير. فانا لما بصيت على بقية الخلفة بقى لقيتهم برضو ايه مكرمشين، فعرفت ان هم ايه ما بيرضعوش، وعشان كده رضعت حبيس. ويا ريت لو انتوا اي حد يشوف اي مشكله زي دي، لان في ناس كتيره بدخل على جروبات وبتاعه ارانب وكده واشوف ناس كتيره بتسال عن الموضوع ده. الرضاعه الحبيسه كويسه جدا، على حسب ما انت بتشوفي انت محتاجه الحاجه بتاعتك محتاجه ايه. يعني انت بتشوفي الارنبه كويسه وبترضع كويس ماشي، بس افضل في اول كام يوم ان هي ترضعي حبيس عشان ما فيش اي خلفه تطلع في يعني تشبط في الحلمات بتاعت امها وتطلع بره على السلك وتموت من السقعه. فالاحسن في اول 5 ايام او 6 ايام انك ترضعي حبيس. بعد كده انت حرة، لو انت الموضوع يعني بيضايقك انك كل شوية لازم تطلعي الصبح ولازم تطلعي بالليل، او ممكن تسهي عنهم، فممكن تفتحي لهم لما يكبروا شوية زي دول كده، تفتحي بقى الباب وهي بتدخل ترضعهم. وشرفوني باشتراككم في القناة، وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وعشان يوصلكم، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.